المدخل إلى قواعد اللغة الشركسية. هذه غبزة بزخابزة ميخا حاب نبيل حلمي شوقار 16 شام إلى ترى طوجرة ترى. عند تصريف أسماء الإشارة وفي حالتي وجر لج تتصل اللاحقة ش مع أسماء الإشارة. انظر الجدول الأدناه لتصريف أسماء الإشارة. في الوجر حيث يكون التصريف كالتالي: مش، موش، آش. وفي اللج يكون التصريف كالتالي: مشجة، موشجة، آشجة. عندما تأتي هذه الأسماء مع كلمة فد ضمن الجمل تحمل معنى الصفة. أمثلة: مش فدتخل سريق هالشفغ. أنا اشتريت مثل هذا الكتاب. هاش فدتخلخر يجق وبرتخم قراتغ. لقد أعطوا الطلاب الأوائل مثل ذلك الكتاب. صياغة أسماء الإشارة حسب الحالات الإسمية. قزغثورت سباب شكر زي غسب قوات سخم يا زوجل. الحالة في حالة المفرد: تسيقوش أبق مر، مور، هار. وجرس أبق مش، موش، آش. لجس أبق مشجة، موشجة، آشجة. غونفس أبق مرو، مورو، هارو. صياغة أسماء الإشارة حسب الحالات الإسمية. قزغثورت سباب شكر زي غسب قوات سخم يا زوجل. الحالة في حالة الجمع: تسيقوش أبق مخر، موخر، آخر. وجرس أبق مخم، مخمة، موخم، موخمة، آخم، آخمة. لجس أبق مخمجة، موخمجة، آخمجة. غونفس أبق مخرو، موخرو، آخرو. مر مأرس، مور قز. هذا تفاح وذلك إجاص. هارخة رجنح بخصحة مصحمة ششب. تلك خضروات وليست من الفواكه. مش فدق بحغا بلا موش فدق وسؤال. هل جلبت مثل هذا؟ انظر، قلت لك مثل ذاك. هاش فدقابزة سريق ساواو. إنما قالوه لي مثل ذلك تماما. مش جو قمقوغ، موش جبلة. لا تتأمل من هذه الناحية، انظر إلى تلك الناحية. هاش قبغ خاغر يقشت. الذي أنجزته بذلك كاف. مروس قغاغب، موروس أصغ. لم أتوقع هذا، اعتقدت ذلك. هارو شتمي قزدح، اجلبه حتى وإن كان كذلك. الفعل شقنر. الفعل كلمة تدل على حدث أو حال مقترن بزمن معين. ملاجة يعمل، ماتشة يركض، ماشخة يأكل. يتألف من فعل لازم وفعل متعدي. يتم تصريف الأفعال حسب الأزمنة: الحاضر، الماضي، المستقبل. تتم صياغة الأفعال حسب الضمائر المتصلة: المتكلم، المخاطب، الغائب. كما أن اتصال السابقة ز مع الفعل يفيد بأن الفعل يحدث لصالح المنفذ أو معاني ذاتية التنفيذ. أمثلة: زكي شآغ، زري غجغ، زكي غفاغ، زدي غفاغ. بالإضافة إلى الفعل ذو الجذر الواحد يمكن تشكيل أفعال جديدة عن طريق الاشتقاقات، وذلك: 1. باتصاله مع السوابق واللواحق. 2. تركيب الجذور. أزمنة الفعل: للغة الشركسية
3 أزمنة: الحاضر، الماضي، المستقبل. 1. الزمن الحاضر مواختر، وهو ما يحدث الآن، لا تتصل لاحقات مع هذا الزمن. أمثلة: يقود، يف، يقص، يبز، يركض، ماتشا، يجلس، متس، يكتب، ماتخا. لاحظ السابقة الضمير المتصلة مع الأفعال لها أشكال مختلفة، وذلك بسبب اختلاف نوع الفعل، متعدي أو لازم، وسترد تفاصيل بذلك. 2. الزمن الماضي بلجغ واختر، وله 3 أشكال. 1. زمن الماضي البسيط، وتتم صياغته بإضافة اللاحقة غ: ركض، تشاغ، جلس، الصغ، أكل، شخاغ. 2. زمن الماضي التام بلجغ واختر، وتتم صياغته بإضافة اللاحقة المركبة غغ أو غاغ، وذلك حسب سياق الكلمة، مفردة أو ضمن الجملة. وهو الحدث الذي مضى عليه كثيرا ولكن له علاقة بالحديث الآن. كان قد ذهب، وغاغ. كان قد كتب، اتخغاغ. كان قد قال، وغاغ. 3. زمن الماضي المستمر بلج اشتغى واختر، وتتم صياغته بإضافة اللاحقة اشتغى، وهو الذي كان يحدث في الماضي. أمثلة: كان يذهب، واشتغى. كان يكتب، تخشتغى. كان يتكلم، كشاء اشتغى. كما أن اللاحقة اشتغى تستخدم للدلالة على حدث لم يحدث ولكن كان يمكن أن يحدث. أمثلة على ذلك: سقق واشتغى، تواسى وسلغم. كنت أمشي عندما رأيتك أمس. حسين ياونك وجشتغى، سزفزم. حسين كان عائدا، كان يعود إلى بيته عندما التقيته.